مجددا لجميع النشطاء الذين لبوا النداء من أجل فتح شكل نضالي راقي من أمام منزل الشهيد الرحالي عدنان. كما أننا في هذا الإطار وفي هذا الصدد نعيد تضامننا المبدئي واللامشروط مع عائلة الشهيد الرحالي عدنان، كما نطالب الهيئات الحقوقية والسياسية من أجل التفاعل مع هذا الملف من أجل فتح تحقيق عاجل. هذه رسالة إلى وزارة الداخلية من أجل فتح تحقيق عاجل حول الملابسات في اغتيال الشهيد عدنان الرحالي، مع العلم أن عدنان الرحالي كان قد اختفى من داخل الموقع الجامعي لمدينة أكادير حوالي 5 أشهر، وبعد مرور هذه المدة يعني الطويلة على الاختفاء ديالو تم إيجاده بالأمس أو صباح اليوم على حد التعبير على بعض المواقع الاجتماعية الفيسبوك، بأنه تم إيجاده في حفرة قريبة من موقع الحي الجامعي لأكادير. من هذا المنبر نعلن للرأي العام تضامننا المبدئي ولا مشروط مجددا في هذا الملف، كما نعلن بأننا في تصعيد نضالي وفي أشكال راقية جدا ستكون من أمام منزل الشهيد عدنان الرحالي من أجل فتح تحقيق كما قلت وكما سبق الذكر، من أجل فتح تحقيق عاجل لأن اغتيال الشهيد عدنان الرحالي بتلك الوحشية فهذا عمل لا يمكن السكوت عنه، سواء فهذه جريمة واعتقال سياسي في حد ذاته. وتحية مجددا لجميع من لبوا النداء عائلة الشهيد عدنان الرحالي، وشكرا.